من أكتر الحاجات اللي كانت مسببة لي كره للمدرسة بعد إصابتي بمرض السكر، واللي هو إن أنا ما كنتش باحب أقول للمدرسين إن أنا عندي سكر، وده كان بيعمل لي مشاكل كبيرة. إن أنا كنت مثلًا بابقى عايز أخش الحمام، بابقى عايز أشرب مَيّة، بابقى عايز آكل لأن السكر واطي، بس ما باقدرش أعمل كل ده، فده كان بيعرضني لمشاكل كبيرة جدًا، وكان بيسبب لي مضاعفات جبارة. سيبك من اللي بيحصل على الصحة العادية، لأ أنا قصدي على الصحة النفسية بالذات، الصحة النفسية عندي كانت متدمرة بسبب الموضوع ده، الغلط أكيد مش منهم، الغلط مني أنا لأن أنا مش مفهمهم وضعي، بس مع ذلك في مدرسين بيبقوا عارفين وضع مريض السكر بس بيكونوا مش مصدقينه، بيعاملوا مرضى السكر بطريقة يعني غير لائقة خالص. في الفيديو بتاع النهارده أنا هاحكي لك على شوية حاجات حصلت معايا في المدرسة، وشوية حاجات المفروض تتظبط ونعرفها عن مريض السكر، وبالذات لو أنت مدرس أو أنت مصاب بالسكر تعمل ايه، وعن اكبر المشاكل اللي ممكن تحصل لمريض السكر في المدرسه وازاي يتعامل معاها. وانا اكتر شخص ممكن يفيدك في الموضوع ده لان انا مصاب بالسكر بقالي حوالي 5 سنين، والحمد لله قدرت اظبط مستوى السكر بعد ما كان عالي ومتذبذب، قدرت اظبطه ومهتم بالرياضه وبالجيم، وده اخر تطور بتاع جسمي. الحمد لله ملتزم في التمرين. انا عامل القناه ده عشان افيد مرضى السكر، بنتكلم عن حاجات تفيدهم وفي نفس الوقت بنتكلم على الجانب الاجتماعي والجانب النفسي لمريض السكر، لان دي اكتر حاجه المفروض نركز عليها اكتر من العلاج والادويه. محتاجين تركيز على العلاج والادويه وطرق العلاج وطرق مثلا حساب الكرب والكلام ده كله، بس اهم حاجه الحاله النفسيه لمريض السكر، لان لو حالتك المزاجيه مش كويسه وحالتك النفسيه مش كويسه مهما تعمل صدقني هيبقى انضباط مستوى السكر بالنسبه لك مستحيل. لو بتتمرن مستحيل تبني كتله عضليه محترمه، والكلام ده كله عن تجربه مش مجرد كلام قريته في كتب وخلاص. ففي الاول خالص السلام عليكم، واتمنى اكون كويس واتمنى ما اكونش طولت عليك في المقدمه، فيلا بينا نبدا في الفيديو. واول غلطه منع الطالب اللي عنده سكر من الاكل والشرب. في مدرسين بيعملوا كده، هم نسبة قليلة بس بيعملوا كده. ممكن يمنعوا الطالب اللي عنده سكر ان هو ياكل ويشرب، بس ان انت ما تعرفوش ان الطالب اللي عنده سكر ياكل ويشرب بمزاجه، مش بمزاج المدرس ولا بمزاج اي حد، هو بمزاجه لان هو اكتر شخص حاسس بنفسه، لان هو لو ما كلش في الوقت ده ببساطة هيحصل له غيبوبة سكر وانت اللي هتشيل ذنبه المدرس يعني. فمريض السكر كده في اول الفيديو بياكل في الوقت اللي هو يحبه مش في الوقت اللي المفروض ياكل فيه، وما ينفعش نقول له استحمل. كلمة استحمل دي نشيلها من القاموس بتاع مريض السكر، فمفيش حاجه اسمها استحمل. مريض السكر عايز ياكل ياكل. كلمه استحمل دي اتقالت لي قبل كده من حوالي اقل من سنه، يعني قبل ما اخلص ثالثه ثانوي كانت قالت لي استحمل وعندي هبوط في السكر وكنت هموت. فاكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين نحكي لكم القصه كامله، لان انا عندي قصص كتير جدا 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 في المدرسه والسكر، اغلبها كان الغلط مني، بس في شويه حاجات كده كانت بتحصل من ناس يعني انا مش عارف ازاي الناس دي لسه عايشه، بس يلا ربنا يسامحهم. تاني حاجه التنمر والسخريه. التنمر والسخرية دي ما حصلتش معايا كتير، بس حصلت معاني بنسبة قليلة. ان الطالب يتريق على الطالب اللي عنده سكر مثلا علشان بياخد حقنة الانسولين في الفصل، او مثلا بيعمل اي حاجة بيقيس السكر، بيعمل اي حاجة فيتريق عليه، وده هيأثر على مريض السكر نفسيا بشكل جبار، هيسبب له مشاكل نفسية كبيرة جدا وتخليه يكره المدرسة ويكره مرض السكر ويكون مش متقبل الوضع خالص. المصاب بالسكر وبالذات في الاول ده محتاج فعلا ان احنا نعامله معاملة كويسة. ما نعاملوش باختلاف، ما نعاملوش ان هو انسان آلي، بس لازم نعامله بعقلانية. ما ينفعش نتريق عليه، هو محتاجنا مش محتاجنا ان احنا نتريق عليه ونقف ضده. الدعم النفسي لمريض السكر مفيش فرق ما بينه وبين العلاج. تالت حاجة الرحلات والأنشطة. في مدارس كده او جامعات او ايا كانت ايه هي بتمنع مرضى السكر ان هم يطلعوا الرحلات المدرسيه او الرحلات الجامعيه، لان في حاجات ممكن تحصل هناك توطي لهم السكر وهم مش عايزين يشتروا مسؤوليته. وده فعلا يحصل مع واحد مش قادر يتحكم في مستوى السكر عنده، او مش ماشي مع دكتور كويس وسكره متذبذب، لان ده ممكن يعمل مشاكل ليهم برضه، يعمل مشاكل اللي انت طالع معاهم. انما لو مصاب بالسكر وسكره مظبوط وفورمه كده زي ده طلعوا رحله عادي، ده يعني هو اللي هيوديكوا الرحله مش انتوا اللي هتودوه. فما ينفعش يتمنع من الحاجات اللي زي كده، لان هو هيحس بالاختلاف وهيحس ان هو مختلف اكتر وهيحس ان هو وحيد اكتر وهيحس ان محدش فاهمه، وده هيأثر على نفسيته وهيوصله لمرحلة وحشة جدا. وبرضه في نفس الوقت المدرسين يكون معاهم أي مصادر كارب برضه، زي بسكوت زي حاجات من كده لو طلع معاهم مريض سكر، علشان برضه لو حصل له أي مشاكل. رابع حاجة وآخر حاجة في الفيديو ده واللي هو دور المدرسة. لازم كل الكلام اللي قلته لك في الفيديو ده يكون المدرس عارفه. لو انت مصاب بالسكر ما ينفعش تخبي ان انت عندك سكر، صدقني عن تجربة بقول لك الموضوع ده هيضرك اكتر ما ينفعك. يعني انت خايف من احراج الناس لما تعرف ان انت مصاب بالسكر وان هم يعاملوك معاملة
يعني معاملة خاصة من الآخر، وتحس إن أنت مختلف وإن أنت يعني فيك حاجة غلط، وإن هم بيعاملوك إن أنت إنسان مريض. بس صدقني ده يحصل أحسن ما يؤدي إن أنت يحصل لك غيبوبة، أو يحصل لك مشاكل كبيرة جدا، أو يغمى عليك. فلازم المدرسة تكون عارفة بالموضوع ده كله، أهلك يكونوا معرفين المدرسة، وتكون معرف أصحابك اللي هم قريبين منك، علشان لو حصل لك أي مشاكل يقدروا يتعاملوا معاك. تفهمهم إن أنت لو حصل لك هبوط المفروض يعملوا إيه معاك، المفروض يتعاملوا ازاي لما يحصل لك حاجه زي كده. والوعي في حاجه زي كده صدقني ممكن ينقذ حياتك. خلاصة الفيديو اللي ما طولش معانا خالص ده كله، طالب اللي عنده سكر ده طالب عادي جدا، مش محتاجين ان احنا نعامله معامله خاصه، ولا محتاجين ان احنا نعمل قيود ونعمل حاجات كده غريبه ونعامله بسخريه. احنا محتاجين نعامله زي اي طالب، بس نفهم ازاي ممكن نتعامل معاه في الحاجات اللي ممكن تأثر على صحته، وبالذات صحته النفسية. ولو هنطلع كده بحاجة بسيطة، مريض السكر ياكل في الوقت اللي هو عاوزه، يدخل الحمام في الوقت اللي هو عاوزه، ويشرب مية في الوقت اللي هو عاوزه. التلات حاجات دول مريض السكر يعملهم في الوقت اللي هو عاوزه، مش في الوقت اللي المفروض المدرس يقول له عليه. ممكن في ناس تاخد الفيديو ده بسخرية، اللي هو ازاي يعني، طب فين التربية وفين التعليم؟ بس صدقني التربية والتعليم ده كلها مش هتفيد في أي حاجة لو الشخص ده حصل له مشاكل صحية، ولو لا قدر الله جاله غيبوبة وأدت إلى الوفاة. وبس كده، وإن شاء الله أكون فدتكوا. لو عايز أي مساعدة مني في موضوع السكر والرياضة، حابب إنك تتكلم معايا حتى لو مش عن السكر، حابب أنت تتكلم معايا، حابب إن أنت تحكي لي على أي حاجة، سايب لك لينك الانستجرام تحت، ممكن تحجز استشارة، كلمني وإن شاء الله نحدد ميعاد. ولو أنت مصاب بالسكر وحابب إن أنت تطور شكل جسمك، فبرضه ابعت لي على الانستجرام، وسايب لك رقم الواتساب في الوصف تحت. ابعت لي وإن شاء الله ابعت لك كل التفاصيل، وهنعمل فورمة جبارة زي ما خالد كده عمل، خالد اللي هو أنا. فاعمل اشتراك، اعمل لايك، اكتب لي انت عايز فيديو عن ايه، اذا كان عن الرياضة، عن السكر، عن كل الكلام ده كله، او عن مشكلة بتحصل معاك ان انا اتكلم عليها. عارف ان الفيديو مش ناس كتير هتشوفه، بس على الاقل في 4 5 بيتابعوني وبتفرجوا على الفيديو للاخر، ودول يعني رضا. فبس كده، اعملوا اشتراك واعملوا لايك، واستنوني في الفيديو الجاي. سلام يا وحوش.